حبايبنا طلاب المرحله الاعداديه في كل حته في مصر، طلاب يوسف البدري وبس. النهارده جاي لكم بمراجعه شهر مارس لطلاب سنه اولى اعدادي. تمام معايا يا حبيبي كده، وما تنساش تصلي على النبي. يلا تمام معايا الفيديو. يلا ابدا معايا كده حبيب قلبي، كوبايه الشاي بتاعتك وصلي على رسول الله. لا انا مستر الدرس بيقول لي المنهج بيقول لي احنا خدنا الوحده الاولى كانت بتتكلم عن الفلزات واللا فلزات. طب ماشي يا مستر، ما انا عارف الدنيا كانت بتتكلم على ايه. بدأنا مستر قال لي يمكن تصنيف المركبات أو العناصر حسب خواصها الفيزيائية لتركيبها الإلكتروني حسب 4 حاجات. إيه هما بقى؟ راجع معايا كده بقى: فلزات، لا فلزات، أشباه فلزة، غازات خاملة. طب الفلزات دي كانت بتبقى موجودة فين؟ كانت بتبقى موجودة في 1A و 2A وإيه؟ الفلزات الانتقالية. طب واللا فلزات يا مستر؟ اللي هي موجودة ناحية فئة البي، صح ولا غلط؟ صح. وأشباه الفلزات والغازات الخاملة. طب الغازات الخاملة دي كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في ال 18 أو الجدول العمودي 18 اللي هو إيه؟ المجموعة الصفرية. تمام يا مستر؟ نبدأ أول حاجة كده بالفلزات. إيه هي الفلزات؟ زي ما إحنا عارفين وزي ما كنا شارحين إن الفلزات دي المستوى الطاقة الأخير بتاعها بيكون موجود فيه 1 أو 2 أو 3 إلكترون. صح ولا غلط؟ صح يا مستر. وقال لي جميعها توجد في صورة صلبة باستثناء عنصر الزئبق. طب يا مستر احنا اخدين عنصر الزئبق اللي هو اتش جي. تمام، ده السائل الوحيد. قال لي كلها ليها بريق معدني يعني لمعة، وقابلة للسحب والترك والتشكيل، وطبعا كلها جيدة التوصيل للكهرباء والحرارة، ودرجة انصهارها طبعا مرتفعة جدا عكس العناصر اللافلزات. بعد كده بدأ لي الناحية التانية، قال لي اللافلزات. قال لي ينتهي المستوى الطاقة الأخير في ذرتها بعدد 5 أو 6 أو 7 إلكترونات ما عدا الهيدروجين اللي هو الاتش، ده كان بينتهي ب1، والكربون اللي هو بينتهي ب4 إلكترونات. طب لو جدع مستر كان الكربون ده اللي هو C6H12 C6 ده كان ايه بالظبط؟ مش ده كان بيدخل في صناعة الجرافيت؟ مستر صح. راجع معايا كده، خليك مركز. قال لي توجد في صورتين: الصلبة والغازية باستثناء يا مستر، قال لي عنصر البروم اللي هو البي ار. قال لي ده يعد السائل الوحيد، يعني تخيل ان ده يعد السائل الوحيد اللي هو عنصر البروم. قال لي وملهاش بريق ولا لمعان معدني، يعني كلها معتمة زي عنصر البروم كده، كان لونه كاتم كده شويه، تيجي تسلط عليه الضوء ما يلمعش، عكس الالومنيوم. لما تيجي تسلط عليه الضوء تلاقيه لامع. تمام. قال لي غير قابله للسحب والترك والتشكيل، يعني بمعنى اصح ان هي هشه ما اقدرش اشكلها. تمام. ورديئه التوصيل للحراره والكهرباء باستثناء عنصر الجرافيت اللي هو الكربون المستخدم في صناعه العمود الجاف. وقال لي يا مستر ان درجات الانصهار بتاعتها منخفضه جدا. كده مستر ندخل على رابطة الفلزية. طب ماشي يا مستر، جيب لون مختلف كده. قال لي بدأ يا مستر بإن في حاجة عندنا اسمها الشبكة البلورية. الشبكة البلورية هي تجمع ذرات الفلز الصلب في ترتيب معين، حيث تترتب أيونات الفلز الموجب اللي هي الكاتيونات. طب الاسم ده اللي هو اللافلز ده كان بيبقى ايه؟ انيون ولا كاتيون؟ انيون صح، شاطر. بشكل معين، وتحيط بها سحابة من الإلكترونات التكافؤ الحر. تمام يا مستر؟ قال لي تمام يا حبيب قلبي. قال لي بعد كده في عندي الرابطة الفلزية. طب يا مستر الرابطة الفلزية دي اللي احنا أصلا بنتكلم عليها، قال لي هي قوة تجاذب بين أيونات الفلز الموجب وسحابة الإلكترونات التكافؤ
اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي السالبة المحيطة بها. طب ايه يا مستر اهميتها دي اصلا؟ قال لي هي مسؤولة عن بعض الخواص الفيزيائية للفلز ما عدا صلابة الفلز وارتفاع درجة انصهار. قال لي يعني هي مسؤولة عن ايه يا مستر؟ قال لي عن صلابة الفلز وعن ايه؟ وارتفاع درجة الانصهار. تمام؟ يعني انا دلوقتي لو عندي الرابطة الفلزية دي قوية جدا تبقى درجة انصهار الفلز دي عالية جدا. تمام؟ والصلابة بتاعته دي بتكون طبعا ايه؟ كبيرة. كان في عندي قوة الرابطة. قال لي قوة الرابطة الفلزية دي بتزداد بزيادة عدد الإلكترونات التكافؤ. تمام؟ قال لي ولذلك نجد أن الألمنيوم أكثر صلابة. أكثر صلابة من إيه يا مستر؟ قال لي أكثر صلابة وأعلى في درجة الانصهار من الصوديوم. الصوديوم كان رمزه إيه؟ إن إيه؟ والألمنيوم كان إيه؟ ال. تمام. قال لي لأن الألمنيوم دي يعلل السؤال ده يجي يعلل في الامتحان، ركز. قال لي يا مستر لأن الألمنيوم يحتوي على 3 إلكترونات تكافؤ بينما الصوديوم يحتوي على إلكترون واحد تكافؤ. تمام يا مستر. كان ندخل على السبائك. السبائك كانت إيه؟ السبائك مش ده كان مخلوط من عنصرين فلزيين أو أكثر. قال لي يا مستر التعريف بتاع السبائك، قال لي هو خلوط متجانس يتكون من مصفورين فلزيين أو أكثر. طب كان عندنا أمثلة على الكلام ده، أو إيه هي مستر الأمثلة؟ مش عارف. قال لي عندي سبيكة البرونز. سبيكة البرونز دي كان النحاس كان بيشارك بيها في كام في المية؟ ركز، كان بنسبة 95%. أما الأسدير اللي هو SN ده كان بيشارك بقد إيه يا مستر؟ قال لي كان بيشارك بنسبة 5%. قال لي ودي كانت بتستخدم فيه، قال لي في صناعة الحولي والميداليات والتماثيل. يعني بيحطوا 95% سيو زائد SN، ده 95%، وده كان كام في المية؟ كان 5%، بيديني 100%. اللي هي سبيكة ايه يا مستر؟ قال لي هي سبيكة البرونز. احكي يا مستر كان عندي الدرس التاني كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن الأحماض والقلويات. طب الحمض ده كان مستر كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى فيه H، أما القلويات OH. كان في عندي نوعين من الأحماض، نوعين. في عندي أحماض أكسجينية دي اللي كان بيبقى موجود فيها تركيب الأكسجين، واللا أكسجينية دي اللي ما يكونش موجود فيها الأكسجين. أما القلويات يا مستر فكان في عندي قلوي قوي وقلوي ضعيف. عندي بقى كده قال لي الكاتيون. قال لي الكاتيون هو مصدره فلز، لكن الأنيون هو مصدره غير فلز. طبعا احنا عارفين ليه يا مستر. بقى كده في عندي الأحماض، قال لي تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة. أما القلويات يا مستر كانت ايه؟ قال لي كانت تذوب في الماء وتعطي أيونات الهيدروكسيد اللي هي ال OH السالبة. تمام؟ ندخل بقى على أنواع الأحماض. كان في عندي نوعين من الأحماض، عندي أحماض أكسجينية وعندي أحماض اللا أكسجينية. طب كانت إيه يا مستر؟ كان إيه الدنيا فيهم؟ قال لي الأحماض الأكسجينية هي التي تحتوي على عنصر الأكسجين. طب كان زي إيه مثلا؟ كان عنصر حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. كبريتيك اللي هو H2SO4، نمسح دي بس كده عشان تقريبا غلط. بقى كافي عندي الأحماض اللا أكسجينية. قال الأحماض اللا أكسجينية هي التي تحتوي على عنصر الأكسجين وتنتج من اتحاد كاتيون الهيدروجين الموجب مع مجموعة ذرية سالبة ما عدا الهيدروكسيد.
تمام. بعد كده في عندي قال لي القلويات يا مستر تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه زي ما احنا كنا عارفين، وتنتج من ايه يا مستر؟ قال لي تنتج من اتحاد انيون الهيدروكسيد السالب اللي هو الاو اتش نيجاتيف من فوق مع كاتيون موجب لعنصر فلزي او مجموعه ذريه موجبه. عدد مجموعات الهيدروكسيد في جزيء القلوي يساوي مقدار شحنه الكاتيون المكونه، زي وليكن عندنا ان ايه او اتش. ده عندي هنا ده موجب وده سالب. فقال لي شايفين دي؟ استنى نغير اللون. شايفين السالب اللي فوق دي وشايفين الموجب اللي فوق دي؟ قال لي لازم يساووا بعض. ايوه بس كده. وعندي برضو هنا في ال HCl ده سالب وده موجب، فقال لي السالب ده لازم يساوي الموجب ده، زي وليكن H2SO4 ده عليه موجب 2. ليه يا مستر؟ عشان هنا في 2 ودي عليها سالب 2. تمام. فقال لي لازم دول يساووا بعض. بعد كده يا مستر في عندي خواص الأحماض والقلويات وتأثيرها على ورقة عباد الشمس. قال لي تأثير الورقة على عباد الشمس يا مستر في الأحماض كانت بتحول الأزرق للأحمر. طب لو هو كان لونه أحمر كان بيظل ثابت، طب لو هو كان لونه أزرق كان بيتحول. وسبب كده كان كاتيون الهيدروجين الموجب. يعني كاتيون الهيدروجين الموجب هو اللي كان مسؤول عن خواص الأحماض. بعد كده في عندي القلويات. قال لي يغير لون شريط دوار الشمس الأحمر إلى اللون الأزرق من أحمر لأزرق. طب هو مستر لو كان أزرق؟ قال لي يا مستر هيظل ثابت، ده الطبيعي بتاعه. وده كان سبب في ده كان مستر كان اللي هو أيون الهيدروكسيد السالب. طب كان السبب في اللون الأحمر في ورقة عباد الشمس كان مين؟ كان كاتيون الهيدروجين. قال لي تتفاعل الأحماض. إيه ده؟ مالها كبرت ليه كده؟ قال لي تتفاعل الأحماض مع القلويات ملح وميه اسمه ده حمض وقاعده ملح وميه، حمض وقاعده ملح وميه. يبقى كده حمض بلس قاعده بيساوي ايه يا مستر؟ ملح زائد ماء. امسح لي بقى دول كده. بعد كده في عندي توصيل التيار الكهربي. توصيل التيار الكهربي يا مستر قال لي تختلف الأحماض عن القلويات في توصيلها حسب قوة الأحماض. طب اديني يا مستر حمض قوي. قلت له يا مستر زي حمض الهيدروكلوريك اللي هو ايه؟ اللي هو HCl. قال لي والقلويات القوية زي ايه يا مستر؟ زي ايون الهيدروكسيد السالب اللي هو هيدروكسيد الصوديوم NaOH. قال لي وده يا مستر جيد التوصيل للكهرباء، بينما الأحماض الضعيفة زي حمض الخليك والقاعدة اللي هي بتاعت هيدروكسيد الأمونيوم. طب الأمونيوم ده مستر كانت الوحيدة المجموعة الذرية الموجبة. قال لي دول ضعيفة التوصيل للكهرباء. بعد كده في عندي العلاقة بين الفلزات والأحماض، الفلزات والقلويات واللافلزات والأحماض. دلوقتي أنا عندي الأكاسيد القاعدية. إيه هي مستر الأكاسيد القاعدية؟ ببساطة بكل بساطة كده الأكاسيد القاعدية هي أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكونا محاليل قلوية.
قال لي يا مستر طب دي كانت سببها ايه؟ قال لي تنتج من احتراق الفلز في الاكسجين، يعني بمعنى اصح من اكسيده. فبيديني قاعده، بيديني اكسجين، بيديني اكسيد. طب قال لي الاكاسيد الحامضيه يا مستر، قال لي هي اكاسيد لا فلزيه تذوب في الماء مكونه محاليل حامضيه. تنتج ايه يا مستر؟ قال لي تنتج من احتراق اللافلز في الاكسجين. تمام يا مستر. بعد كده نبدا بالدرس الثالث. قال لي الدرس الثالث يا مستر كان بيتكلمني على الادله الكيميائيه. طب خدنا ايه في الادله الكيميائيه يا مستر؟ قال لي خدنا عباد الشمس و دليل يونيفرسال ونبات الكل. كان ندخل بقى على الدرس الثالث يا مستر. كان الدرس الثالث كان بيكلمني على ايه يا مستر؟ قال لي كان بيكلمني على الادله الكيميائيه. طب ايه الادله الكيميائيه يا مستر؟ قال لي انا كان في عندي 3 ادله كيميائيه كنت بدرسهم، اللي هو عباد الشمس ودليل يونيفرسال ونبات الكل. طب عباد الشمس ده مستر، قال لي على الحمض كان بيديني، كان بيحمر ورقه مزرقه. طب وعلى القاعده قال لي كان بيزرق ورقه محمره، يعني ده يزرق تاني يحمر. قال لي طب ده يونيفرسال، ده انا بجيب لك الملخص يعتبر. قال لي ده مترتب من 0 ل 14. تمام. وفي عندي هنا من رقم 7 ده كان هنا ده المتعادل. طب هنا ده كان مستر اللي هو من جزء من صفر اللي قبل 7 بشويه. قال لي يا مستر ده حمض، ده قال لي كده حامضيه. قال لي طب من هنا مستر، قال لي ده قاعديه. تمام. اهو قلنا ان الاحماض يا مستر اهي شريط دوري الشمس من ازرق بيحوله احمر، وده بفعل تاثير كاتيون الهيدروجين اللي هو الاتش الموجب. تمام. كان ندخل على القلويات. قال لي القلويات يا مستر، قال لي تغير لون شريط دوار الشمس الاحمر الى اللون الازرق، وذلك بفعل انيون الهيدروكسيد اللي هو OH سالب. كده في عندي المحاليل المتعادله. قال لي المحاليل المتعادله سواء حطيت احمر سواء حطيت ازرق هو مش هيعمل حاجه، ان هو في النص بيساوي عدد الايونات بتاعت الهيدروكسيد بيساوي عدد كاتيونات الهيدروجين. تمام. بعد كده في عندي اختبار الحامضيه والقاعديه للغازات. ايه الدنيا فيها دي مستر؟ قال لي في عندي هنخلي الغاز ده يتخلط بالميه. تمام. يعني ايه؟ هنبلل شريط دوار الشمس ده او دليل ان انا هستخدمه بالميه. تمام. وخلي الغاز ده يسقط عليه. فقال لي يا مستر لقيت ان غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2 ده قال لي حامض التأثير، قال لي ويحمل الشريط. قال لي معناه ان هو بيحمل، معناه ان هو حامضي. قال لي بقى كده في عندي غاز النشادر، قال لي ده قاعدي. ركز معايا عشان عايز اقول لك الجزئيات دي هو بيلعب فيها في الامتحانات. قال لي غاز النشادر اللي هو NH3 ده قاعدي ويزرق الشريط. قال لي في عندي غاز الهيدروجين والاكسجين دول مستر ما بيأثروش، ما بيحصلش حاجه. وعندي بعد كده في غازات تزيل. قال لي زي ايه غازات تزيل يا مستر؟ قال لي زي Cl2 اللي هو غاز الكلور. في عندي ادله كيميائيه اخرى. قال لي ده يونيفرسال، قال لي ده بيستخدم عشان اعرف درجه الحامضيه او درجه القاعديه سواء هو كان قاعدي قوي او حامضي قوي. تمام. قال لي وده مستر يوجد في صوره صبغ او شريط. في زمان او مش زمان، هو موجود لغايه دلوقتي. الناس اللي هي بتاعت زيت والصابون دي بيبقى معاها زي BH ميتر كده، بس هو مش BH ميتر، هما مش بيعرفوا الكلام ده. هو معاه ورقه فيها الوان يحطها في الزيت والصابون، ده ادت لون معين، اللون ده هو المطابق لشروط المواصفات، يبقى خلاص كده هو تمام.
وبتوع الشامبوهات والكلام من ده. بس المصانع الكبيره بيبقى عندها جهاز اسمه بي اتش ميتر. بي اتش ميتر ده مستر بيستخدم في ايه؟ قال لي بيستخدم في قياس درجه البي اتش. طالما بقيس درجه بي اتش يا مستر، يبقى كده انا بشوف الدنيا سواء كان حامضي سواء كان قاعدي. تمام. قال لي مستر من 0 لغايه 6 ده كده هنا مستر ايه؟ قال لي ده كده حامضي. طب و7 يا مستر كان ايه؟ ركز معايا، كان ايه؟ كان متعادل. قال لي اما من 8 لغايه 14 ده مستر كان ايه؟ كان قاعدي. قال لي مستر، قال لي كل ما مشيت كده كده القاعديه ولا الحامضيه بتزيد؟ قال لي كده الحامضيه بتقل والقاعديه بتزيد. قال لي طب لو مشيت كده يا مستر، انت واخد بالك من السهم ده اللي انا عملته؟ ما تسرحش كده يا مستر، الحامضيه بتزيد والقاعديه بتقل. قال لي يقاس الرقم الهيدروجيني بدقه باستخدام جهاز بي اتش ميتر او بشكل تقريبي من شرائط اليونيفرسال. كده في عندي الاملاح. في عندي الاملاح يا مستر، وده هي مركبات معظمها ايونات تنتج من تفاعل الاحماض مع القلويات وتوجد في صورة صلبة في القشرة الأرضية أو زائبة البحر. يعني يا مستر موجودة في البحر، حاجة سهلة وبسيطة. قال لي أنا دلوقتي لو جبت شوية مية بحر وجيت رحت غليتهم، هيبقى لي شوية ملح. طب ما هو ده ملح بس. قال لي التكوين. قال لي يتكون جزيء الملح من اتحاد ايون فلز موجب زي، قال لي او مجموعة ذرية كالامونيوم. طب انا عندي دلوقتي فلز موجب زي ايه؟ زي ال ايه. قال له ايون لا فلز ما عدا اكسيد الاكسيد او ما عدا الهيدروكسيد، يعني ما عدا الاكسيد اللي هي الاو 2 وما عدا اللي هي ايونات الهيدروكسيد اللي هي الاو اتش نيجاتيف. تمام. قال لي الفلز السالب ده اللي هو Cl2. قال لي خواص الاملاح. قال لي في عندي يا مستر بنصنفها تختلف حسب الالوان. قال لي فبعضها زي عندي كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام الموجود في البيت. قال لي يا مستر كلوريد الصوديوم ده لونه ابيض. طب بالنسبه لكبريتات النحاس يا مستر، قال لي دي كان لونها ازرق. طب بالنسبه لكلوريد النيكل، قال لي كان لونه اخضر. ونركز، الالوان دي عليك حفظ ولازم تحفظها عشان هتيجي في الامتحان. قال لي الذوبان في الماء. قال لي عندي املاح تذوب في الماء وعندي املاح شحيحه الذوبان في الماء. قال لي زي ايه يا مستر؟ قلت له في عندي املاح تذوب في الماء زي كبريتات النحاس وكلوريد النيكل. كلوريد النيكل ده كان لونه ايه يا مستر؟ قال لي كان لونه اخضر. تمام. قال لي طب وكبريتات النحاس يا مستر؟ قال لي كان لونها ازرق. قال لي وجميع املاح الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والنترات تذوب في الماء. يبقى كده عندي صوديوم بوتاسيوم امونيوم والنترات دول كلهم يا مستر كانوا بيذوبوا في الميه. في عندي املاح شحيحه الذوبان لا تذوب في الماء او شحيحه الذوبان في الماء. قال لي زي ايه يا مستر؟ قال لي زي كلوريد الفضه اللي هو AgCl. قال لي وكبريتات الكالسيوم وجميع املاح الكربونات، كربونات اللي هي CO3. قال لي اما البيكربونات بيكربونات مش موجوده معانا هنا.
قال لي باستثناء كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. يعني انا كان في عندي املاح بتذوب في الميه زي كبريتات النحاس وكلوريد النيكل، واملاح اللي موجود فيها عنصر الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، والنترات، النترات اللي هي NO3. قال لي دلوقتي قيمة بي اتش الأملاح زيها زي القواعد والقلويات، أقل من 7 يبقى كده هو حامضي، أكتر من 7 يبقى هو قاعدي. قال لي طب يا مستر في عندي أملاح حامضية، قال لي زي كلوريد الأمونيوم، ده لما أجي بذوبه في المية وأحط عليه ورقة عباد الشمس يا مستر، قال لي بيديني ورقة حمراء. أما لما أجي أدوب كربونات الصوديوم ده بيديني ورقة لونها أزرق. فقال لك إن الكربونات ده لون ده كده قلوي أو قاعدي. قاعدي أو قلوي الاتنين واحد. قال لي وفي عندي متعدد التأثير على ورقة عباد الشمس. قال لي زي إيه؟ قال لي زي كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl، ده اللي هو موجود عندنا في البيت. فكان في عندي التوصيلية الكهربية. قال لي التوصيلية الكهربية مثلا، قال لي الأملاح الصلبة والماء المقطر دول، يعني أنا لو جبت ملح كده مش مدوبه في مية مش هيوصل مية، تمام؟ قال لي أما أنا لو جبت محاليل الأملاح دي وجيت أوصل بيها كهرباء هتوصل معايا عادي، أو أجيب مسهوراتها. كان نبدأ بقى مستر بالوحدة التانية واللي هي طاقة الوضع. دي يا مستر كانت الوحدة دي كانت سهلة وبسيطة. الدرس ده أصلا يعتبر آخر معانا في مراجعة شهر مارس، تمام؟ بدأ لي الدرس الأول اللي هو من الوحدة اللي هو بتاع طاقة الوضع ده. مستر قال لي بدأ لي بالمسافة والإزاحة والسرعة. المسافة مستر دي اللي هي بنرمز لها بالرمز دي، أما الإزاحة بنرمز لها بالرمز اس. تمام مستر. قال لي المسافة وليكن مثلا رسمنا مسار حركة كان كده، جيب لون أحمر. هو راح مشى من هنا لهنا 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 هنا 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 لغاية لما وصل هنا كده مستر. هو مشى مسافة مقدارها مثلا وليكن 10 متر، وقال لي المسافة من دي أو الإزاحة من دي النقطة دي كانت 2 متر، تمام؟ كده هو اتحرك مسافة 10 متر. قال لما من هنا لغاية هنا، خلي بالك احنا خدنا مسار مستقيم، فطالما خدنا مسار مستقيم فكده انا خدت الازاحة طبعا، وانت عارف كده واحنا علينا عليها اسئلة كتير طبعا. قال لي مسار الحركة هيجيلك في الامتحان ده وهتقول المستر قال لي هو مجموعة من النقط التي يمر بها الجسم اثناء الحركة. مهم، تمام؟ بعد كده في عندي المسافة. قال لي المسافة مستر هو طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية اللي هي الستارت لنقطة النهاية. قال لي ما معنى أن تبعد نقطة نهاية الرحلة عن نقطة البداية مسافة مقدارها 100 كيلومتر. قلت له أي أن أقصر مسار مستقيم يصل بين نقطة البداية الحركة ونقطة نهاية الحركة في اتجاه ثابت يسمى الإزاحة، وده كان بيساوي 100 متر، تمام؟ كان في عندي الإزاحة مستر ده اللي هو قال لي إن هي أقصر خط مستقيم يصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية في اتجاه ثابت. بعد كده في عندي مثلث ديفيد، تمام؟ مثلث ديفيد ده مستر اللي هو بتاع السرعة، كنت بجيب منه المسافة والسرعة والإزاحة، بجيب منه المسافة والسرعة والإزاحة عادي، تمام؟ بس امتى بجيب منه الإزاحة؟ بجيب منه الإزاحة لو هو قال لي إن هو اتحرك في خط مستقيم بس، تمام؟ قال لي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن دي اللي هي السرعة.
قال لي وحدات تقديرية للسرعة، قال لي اللي هي بتقاس بوحدة متر كل ثانية وكيلو متر لكل ساعة اللي هو. طب يا مستر بحول ازاي؟ قال لي دلوقتي انا لو عايز احول المسافة، وليكن عندي عايز احول من كيلو متر لمتر، قال لي بضرب في 1000. من كبير لصغير بضرب، اما من صغير لكبير بقسم. تمام، يعني انا دلوقتي عندي كيلو لغاية متر، قال لي بضرب في 1000. اما من متر لكيلو متر قال لي بقسم على 1000. تمام يا مستر. قال لي طب من متر لسنتي، قال لي يا مستر بضرب في 100. قال لما العكس يا مستر، قال لي بقسم على 100. قال لي الزمن، قال لي الزمن يا مستر اللي هي الاتش، اللي هي الساعة، بحولها لدقيقة بضرب في 60. قال لي طب من دقيقة لثانية، قال لي بضرب في 60. قال لي وانا راجع يا مستر، قلت له بقسم على الاتنين مش تفرق. قال لي وان السرعة دي طردية مع المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك عند ثبوت الزمن. قال لي يعني انا دلوقتي لو ثبت التي دي ودي يتناسبوا مع بعض طردي. تمام. قال لي طب لو ثبت دي هتتناسب مع دي عكسي. تمام. قال لي انتبه، كلما زادت القوة، مقدار القوة المؤثرة على الجسم، ازداد الشغل المبذول وزادت الإزاحة. قال لي الشغل WFS، وده اللي كنت بجيب منه الشغل. قال لي طب الشغل كان عبارة عن ايه يا مستر؟ قال لي كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم ازاحة معينة في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليه. قال لي طب يا مستر القوة كنت برمز لها بالرمز ايه؟ قال لي كنت برمز لها بالرمز F. قال لي وحدات تقديرية. قال لي الشغل كنت بحسبه بوحدة الجول. قال لي بينما القوة كنت بحسبها بوحدة النيوتن. قال لي طب والإزاحة يا مستر؟ قال لي كان بالمتر. قال لي علل، الشخص الذي يدفع حائطا لا يبذل شغلا. قلت له يا مستر ان هو بيبذل قوة بس ما مش بتسبب في حركة حاجة، يعني انا وقت ازق في الحيطة مفيش شغل مبذول يا مستر. قال لي الطاقة والانرجي، قال لي هي المقدرة على بذل شغل او احداث تغيير. حفظ. قال لي وده مستر كنت بقيسها بوحدة الجول. قال لي يوجد العديد من صور الطاقة. قال لي يا مستر في الوحدة دي كنا بندرس طاقة الوضع وطاقة الحركة. قال لي طاقة الوضع يا مستر ديت طاقة السكون اللي انا هتحرك بيها. تمام. قال لما طاقة الحركة دي يا مستر ده اللي انا بتحرك بيها اوريدي، اللي انا بفقدها. قال لي طاقة الوضع اللي هي البي اي، قال لي هي الطاقة المختزنة في جسم نتيجة الشغل المبذول عليه. قال لي نستنتج أن أهم 3 متغيرات في عندي. أول حاجة المتغير المستقل، ده اللي هو السبب، ده اللي هو بيتغير في الأول. تمام، ده اللي هو يتغير أثناء إجراء التجربة. ففي عندي المتغير التابع، ده المتغير يا مستر اللي هو النتيجة، ده اللي هو بيتغير بسبب المتغير المستقل. تمام، يعني مثلا غيرت المتغير المستقل ده اللي هيتغير بعديه على طول. تمام. في عندي متغير الضابط، ده مستر المتغير اللي هو بيظل ثابت اثناء التجربه. وكان عندي اللي هو وليكن العامل الحفاز في الكيمياء عندي. تمام. قال لي عوامل تتوقف عليها طاقه الوضع. قال لي زي الوزن اللي هو الدبليو، وارتفاع اللي هو الاتش اللي هو الهاي. تمام، او اللينس اللي هو اللينس عموما، او اللي هو طول. قال لي تزداد طاقه الوضع للجسم بزياده وزنه. وده كان مستر كانت علاقه طرديه، كل ما ازود طاقه الوضع كل ما ازود وزنه.
قال لي اما الارتفاع يا مستر، قال لي تزداد طاقة الوضع الجسم بزيادة ارتفاعه عن سطح الأرض، وده كان يا مستر كانت علاقة طردية. قال لي طاقة الوضع بي دبليو بي اي بتساوي دبليو في الاتش، تمام. قال لي ممكن اعوض بالدبليو دي ان هي بتساوي ام في، كان ينتج لي عندي مثلث كده. البي اي نقسمه 3 حاجات، ام جي اتش. قال لي الاتش ده اللي هو مستر كان ايه؟ كان الطول او الارتفاع. البي اللي هو طاقة الوضع. قال لي اما الام مثلا اللي هو الكتلة. قال لي الجي مثلا اللي هي عجلة الجاذبية اللي هي بتساوي 10 نيوتن لكل كيلو جرام. ده شدة المجال بتاع الجاذبية. قال لما العجلة بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. قال لي انا ممكن احسب طاقة الوضع بتساوي كتلة الجسم في شدة مجال الجاذبية في الارتفاع، تمام. وبكده مثلا نكون خلصنا مراجعة شهر مارس كلها كاملة مكملة. عايزك كده مستر تراجع كده وتحل الامتحانات، ولو في اي حاجة وقفت معاك تبعت لي على الواتساب. وكان معكم مستر يوسف البدري، وكان الله بالسر عليم. مع السلامة.